السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد من هنا وكسبتي. اليوم غادي نخصصوا هذا الفيديو للدمان. غادي تشوفوا معنا البروتوكولات كاملة اللي كنتبعوها من قبل الولادة حتى الفطام، وكيفاش كنوجدوا الولادات اللي من بعد. كملوا الفيديو حتى الاخر حيت فيه اجوبة على تساؤلات اللي طرحتوها لينا في فيسبوك انستغرام وحتى تيك توك. مع بداية الموسم اول حاجة بدينا بها هي هذه المرحلة، هي شرينا التبن جبناها 800 بارة. علاش في هذا الوقت؟ حيت الا ما خديناش في هذا الوقت الحصاد غادي نضطروا نشريوه وسط العام بثمن غالي وجودة ناقصة. استفنا التبن في بلاصة نقية ومغطية باش نحميوه من الرطوبة والشتاء. وكيف كتعرفوا التبن عنصر اساسي في التغذية ديال الكسيبة، كنعطيوه ليهم يوميا مع كل وجبة. مع الحرارة اللي دازت هاد الصيف كان ضروري ندزو الغنم، وفي هاد المرحلة كنخدمو بهاد الماكينة اللي خاصة بالدزازة، كنحيدو بها الصوف بلا ما نضرو الجلد. هاد العملية كتخفف عليهم السخونية، كتحميهم من ضربات الشمس وكتخليهم نقيين والنمو ديالهم كيكون مزيان. وفي هاد الفترة كانوا عندنا نعاج ضارين في الشهر الاخر ديالهم، وهذا هو الوقت باش نضربو ليهم السيلينيوم، حيت كيحمي الخرفان من مرض العضلات البيضاء اللي كيدير ضعف في الحركة والتنفس، وممكن يتسبب حتى في الموت. كيرفع مناعة النعاج وكيعاونها تنقل المناعة للجنين عبر المشيمة. كيساعد في إنتاج اللبن اللي خاصو يكون غني باش الخروف يوقف من أول النهار، وكيسهل طرد المشيمة، وكيخلي النعاج يرجعوا بسرعة لحالتهم الطبيعية ويقدروا يتناسلوا من جديد في مدة قصيرة. وبهذا الشكل كنضمنوا الموسم الأول ديال الولادات يدوز مزيان. من بعد 3 أشهر على الولادة كنوصلوا لمرحلة الفطام، واللي كنفرقوا فيها الخرفان على النعاج، وكنغرزوا النعاج كنحلبوهم وكنتأكدوا ما بقاش فيهم الحليب. كديروا لهم هاد الدواد في الضرع، حيت منين كتسالي الرضاعة وكيبقى الحليب بلا ما يتحلب كتكاثر واحد البكتيريا في ضرع النعجة، وهذه مع الوقت كتأثر بزاف، كتنقص من الجودة وكتخلق لنا مشاكل في الولادات الجاية. وبهاد الطريقة كنضمنوا لنا الوليدات اللي جايين غادي يرضعوا مزيان، وان الحليب غيبقى في المستوى المطلوب. وبالنسبة للخرفان اللي كنديرو معاهم بروتوكول خاص، كنضربو ليهم مرارة، كنشربو ليهم دوات الكوكسيديا في الماء، وكنبداو معاهم تدريجيا بعلف الديماراج. وبما اننا فطمنا حتى جديان وجديات، الجديات حطيناهم مؤقتا مع خرفات الدمان، والجديان عزلناهم بلاصة خاصة. الغد ليه كنعطيهم الرايب، كنضربو ليهم اطلاميك باش نحيدو الطفيلية الداخلية والخارجية. بالنسبة للنعاج كنتبعو ليهم نظام غذائي باش ينقصوا الحليب ونوجدوهم لموسم حمل وولادات جديد. بعد 15 يوم تقريبا كندخلوا عليهم الفحل. ومع بداية الموسم الثاني ديال الولادات شفنا النتائج الحمد لله. النعجة اللي ولدت 2 في المرة الأولى هاد المرة ولدت 3، وكاين اللي ولدت حتى 5 الخرفان اللهم بارك. ولكن بحال أي كسيبة كاين الربح وكاين الخسارة، خصوصا أن الدمان معروف بعد الولادات كبير، وهنا كاين صعوبات خصوصا في مرحلة الولادة. كاين اللي كيتخنق وما كيخرجش، وكاين اللي كيخرج ميت. في هاد الحالة ما كيبقاش مازال فين تدخل. كاين حالات أخرى فاش الخروف في الآخر كيشرب السقيا وكيخرج ضعيف وفاشل. هنا أول حاجة كنديروها كنعلقوه بهاد الطريقة واحد ل10 دقائق باش يخرج منه داك الماء من فمه. كنسرحوا ليه من خروب واحد العويد رقيق ديال التبن حتى يرجع يتنفس مزيان. وهاد الطريقة الحمد لله ناجحة معنا. كيف كتشوفوا الخروف اللي كان فاشل هو هذا اللي واقف وكيرضع وصحته مزيانة. كاين حالات أخرى اللي عندها علاقة بالرضاعة، فاش النعجة ما كتقدرش توفر الحليب للخرفان كاملين، حنا كنعاونوهم، كنحاولوا نحلبوا النعاج الاخرين يلاه والدين، وكنرضعوا الصغار بالسورانك، وكنعاودوا العملية من 3 حتى 4 المرات في النهار حتى كنضمنوا النمو ديالهم. وكنوازنوا الأمر حتى بحليب الماعز، لكن ضروري حتى يشرب الصغير حليب الأم أو نعجة أخرى يلاه ولدات 7 أيام على الأقل، حيث اللبن الأول هو الأساس. وهكذا كنوفروا لكل خروف حقه في الرضاعة باش يكبر بصحة مزيانة.
كما شفتوا من مرحلة الاستعداد قبل الولادة للفطام حتى الولادة الثانية، البروتوكولات اللي كنطبقوا في أنا وكسيبتي هي اللي عطاتنا هاد النتائج. الحمد لله التجربة كتكبر والكسيبة كتزيد تطور. ندوزو دابا للفقرة الأخرى من هاد الفيديو واللي غيكون فيها أجوبة على بعض الأسئلة اللي كتعاود بخصوص الدمان. كيفاش نعرفو الدمان سلالة حرة من اللي ماشي حرة؟ الدمان الحر كيبان غير من الأصل ديالو، ضروري تعرف الكسيبة ديالك الأصل ديالها ومنين جات، حتى الشكل والمظهر الخارجي كيبين السلالة واش حرة ولا لا. وبالنسبة لتأقلم الدمان مع الجو، هو كيقدر يتأقلم مع أي بلاصة سواء فيها الحرارة بزاف ولا حتى البرودة. وبالنسبة للمواصفات الكوري خاصو يكون مهوي كضرب فيه الشمس وما يكونش فيه رطوبة زايدة ولا كولوندير، والأرضية من الأفضل تكون في التراب باش نحافظو على صحة الغنم. ما تنساوش تابعوا جميع يومياتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، الروابط كاملة تلقاوها في صندوق الوصف، وخليو لينا تعاليقكم وآراءكم وشنو بغيتو تشوفوا في الفيديوهات الجاية.